انا مخطوبه صالونات. اوقات كتير لما بتكلم في الموبايل معاه مش بلاقي كلام افتحه، وهو بيكون راجع من شغله تعبان، بحسه بيرد بس مش بيتبادل الكلام معايا. مش عارف اعمل ايه، ولما بفتح موضوع تقيل نناقش بحسه مش قادر. يا سبحان الله، بتكلميه في الوقت اللي هو راجع من الشغل ومرهق فيه، ومتوقع منه ان هو يكون عنده خلق وعنده رغبه في الكلام. انت بالنسبه لك عندك رغبه في الكلام بعد الشغل، هو بالنسبه له ما عندوش رغبه في الكلام بعد الشغل. اصبري عليه لما يبقى في وقت هو عنده رغبه فيه للكلام واتكلمي معاه. ما تختاريش الوقت اللي هو مش هيعرف يديكي احسن حاجه عنده وتلوميه ان هو مش في احسن حاله ليكي. ما ينفعش، هو مش عايش لخدمتك ولا لراحتك. هنا فكره التفاهم بقى، وفكره الاحترام، وفكره انه التأقلم والرعاية. ان هنا انت لما بتراعي مشاعر، بتراعي الحالة اللي هو فيها، فانت بتأجلي احتياجاتك. ده جزء من التفاهم اللي محتاج يكون ما بينكم. وهو نفس الموضوع في الوقت المناسب، ان هو ممكن يكون عنده احتياجات محتاجها منك، الوقت دوت مش مناسب ليكي ان هو يحترم حاجة زي كده ويبتدي يأجل، ويبتدي يشوف وتشوفوا ايه الوقت المناسب اللي تقدروا ان انتوا تشبعوا احتياجاتكم مع بعض. ده كل اللي انت محتاجه تعمليه تسأليه ايه الوقت المناسب ان انا اعرف اتكلم معاك فيه وندردش فيه براحتك. هو مش محتاج انه يكون جاهز لك، ماشي؟ محتاجين نتفهم الحته دي عشان في الاخر ما تخسريش حد كويس معاكي وحد مناسب ليكي لمجرد بس ان في سوء تواصل.